ان شاء الله النهارده هنعمل ليالي لبنان بالجلاش، وصفة سهلة جدا وسريعة. هنجيب صينية عندنا سمنة او زبدة، وابدأ افرد عليها طبقات من الجلاش. بين كل طبقة وطبقة بدهنها بالسمنة، وبكده انا انتهيت من كل طبقات الجلاش. ببدأ ان انا اساوي الاطراف بالشكل دوت. طبعا الاجزاء المتبقية من الجلاش انا مش برميها، انا بحمصها وبحتفظ بيها لوصفة تانية. كده اصبحت جاهزة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، واول ما بتطلع معايا تديني اللون الذهبي الحلو دوت. هبدأ انزل عليها بالشربات او الشيرة. طبعا ما زودش شربات علشان ما تبقاش مسكرة معاكي قوي. واول ما طلعت كده بخرجها طبعا بكل سهولة من الصينية، وابدأ ان انا ازينها بقى بشوية مكسرات. هو المفروض اضيف عليها فستق، بس طبعا احنا عارفين اسعار الفستق، يبقى التزيين اي حاجة عندك زيني بيها. هبدأ احضر الكريمة. عندي 3 اكواب من اللبن، هضيف عليهم كوباية الا ربع من دقيق السميد البسبوسة، معلقتين كبار من اللبن البودر، ونص كوباية من السكر. انا استكفيت بنص كوباية عشان عندي شربات. هقلبهم كلهم على البارد، وهاخدهم ارفعهم على النار. وبكده اصبحت معايا جاهزة. هنزل عليها وهي سخنة بالشكل دوت، وهسويها واسيبها تبرد شوية، وهدخلها التلاجة علشان تتماسك. واول ما بتطلع معايا بقت بالشكل الجميل ده، تماسكت. وشايفين طبقات الجلاش مورقة جميلة جدا. هبدأ ان انا ازينها. عندي ميكس هنا بين الكريم باستري والكريم جانتيه. لو مش عايزة كريمة ممكن تزينيها بشوية مكسرات، او ممكن تسيبيها كده، بس الكريمة بتديها طعم حلو. وبكده اصبحت معايا جاهزة بالشكل دوت. هقطع لكم برضو حتة عشان تشوفوا شكلها من جوه عاملة ازاي. حلوة قوي، وتنفع تقدموها بعد الفطار لضيوفكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. حلوة جدا وسهلة، جربوها هتعجبكم. وابدأ ان انا ازينها هنا بشوية عسل، وبالهنا والشفا.